السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة أغاب سمارت فونز، والذي سوف نقوم فيه بمراجعة الهاتف سامسونج جالاكسي A5 نسخة 2016، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة وبجودة تصنيع جد عالية. وتصميمه مقتبس تماما من تصميم الجالاكسي نوت 5، بحيث يأتي بإطار من المعدن وبحواف جانبية مائلة بعض الشيء، مما يسهل في عملية إمساك الهاتف. بالإضافة إلى أنه محمي من الزجاج من نوع غوريلا جلاس 4 في الجهة الخلفية والجهة الأمامية. ففي الفيديو السابق قلت بأن الهاتف لا ينزلق في اليد، ولكن بعد استعماله لمدة أسبوع تبين بأنه ينزلق بعض الشيء، فقط بعض الشيء، ليس بسبب الإطار المعدني ولكن بسبب الزجاج. لذلك فمن الضروري أن تضع له غطاء خارجي لحمايته من السقوط، وأيضا لحمايته من الخدوش. ولكن رغم ذلك فالهاتف يعد من فئة البريميوم أو الفخمة بهذا المعنى. ففي الجهة اليمنى تجد زر التشغيل ومنفذ شريحة الاتصال والذاكرة الخارجية مايكرو اس دي التي تصل إلى 128 جيجا بايت. وفي الجهة اليسرى تجد أزرار التحكم في الصوت، ومن الجهة السفلى تجد منفذ السماعات ومنفذ اليو اس بي، بالإضافة إلى مكبر الصوت ومنفذ الميكروفون، والذي تجده أيضا في الجهة العليا. بالنسبة لوزن الجهاز فهو يأتي بحجم 155 جرام وبسماكة 7.3 ملم، وحجمه مناسب جدا لكي تتحكم فيه وتتعامل معه بيد واحدة فقط. في المقابل لدينا في الجهة الأمامية شاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 5.2 إنش بدقة الفول اتش دي، أي 1920 في 1080، وهي أكبر بقليل من شاشة الجيل السابق الذي يأتي بحجم 5 إنش وبدقة 720 بكسل. وشركة سامسونج معروفة بجودة شاشتها الفائقة الوضوح، وشاشة هذا الهاتف رائعة جدا من ناحية الوضوح والألوان، بحيث أن كثافة البكسلات فيها تصل إلى 424 بكسل لكل إنش، وهي مناسبة جدا لمشاهدة الأفلام وفيديوهات اليوتيوب بجودة عالية. ودرجة الإضاءة فيها كافية للرؤية تحت أشعة الشمس بدقة أعلى وبدون مشاكل، كما أنها تتميز بحواف جانبية ضيقة. في حين نجد في الجهة الخلفية الكاميرا التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بمستشعر سيموس، وهي بنفس دقة الجيل السابق، ولكن هذه المرة بفتحة عدسة واسعة 1.9، وهي خارجة بعض الشيء إلى الأمام كما تعودنا عليه من الجالكسي S6 والنوت 5. ويمكنك فتح الكاميرا بشكل سريع بالضغط مرتين على زر الهوم، كما أن هذه الكاميرا قادرة على تصوير الفيديو بدقة الفول اتش دي بسرعة 30 إطار في الثانية. وتأتي هذه الكاميرا بميزة الأوبتيكال إيميج ستابيليزيشن أو ما يسمى بالOIS، والتي تساعد على التخفيف من الاهتزاز أثناء تصوير الفيديو، وأيضا من الحصول على صور خالية من التشويش، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بالكاميرا بالشكل اليدوي كالكاميرات الاحترافية باختيار واد برو في الإعدادات. والآن أترككم مع عينة من الصور التي تم التقاطها بعدسة الجالاكسي A5. أما فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.9، وهي مناسبة وجيدة في التقاط صور السيلفي. الآن سوف ننتقل إلى الأداء. في الحقيقة لا يمكننا أن نحكم على أداء الهاتف إلا بعد مرور أشهر من الاستعمال، ولكن على أي حال فهواتف سامسونج تطورت من ناحية الأداء منذ الجالاكسي S6، بحيث أن أكبر مشكل كان يعاني منه المستخدم وهو أن واجهة التاتشويز ثقيلة ومليئة بتطبيقات النظام، والآن أصبحت بسيطة وخفيفة. فالهاتف يعمل بنظام الأندرويد 5.1.1 لاليبوب، ولا توجد معلومات إلى حد الآن إن كان الهاتف سيستقبل تحديث الأندرويد 6 مارشميلو، ولكن على أي حال فالهاتف سريع من ناحية تصفح التطبيقات وسلس أثناء استخدام تطبيقين في نفس الوقت، حيث أن الهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون 615 8 النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز، كما يساعده في الأداء الذاكرة العشوائية أو الرام التي تأتي بحجم 2 جيجا بايت، ومعالج الرسومات أدرينو 405. والهاتف أداؤه متوسط أثناء ممارسة الألعاب الكبيرة الحجم
أو العالية الجرافيك. يعني النتائج مرضية إلى حد ما، لأن الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة. بالنسبة لذاكرة التخزين فهناك نسخة واحدة فقط، وهي نسخة 16 جيجا بايت، وسوف تبقى لك 10.7 جيجا بايت للاستعمال الشخصي، ولكن يمكنك إضافة الذاكرة الخارجية. كما أن الهاتف يأتي بخاصية البصمة، وهي ممتازة جدا وسريعة من ناحية الاستجابة، بحيث تضمن لك حماية كبيرة للهاتف. بالحديث عن الأداء فلا بد أن نذكر البطارية. فبطارية الهاتف كبيرة، حيث تأتي بحجم 2900 ملي أمبير، وهي أكبر حجما من بطارية الجالاكسي S6، وأيضا غير قابلة للاستبدال، وهي ممتازة جدا وتدوم ليوم كامل أثناء الاستعمال العادي. والجميل في بطارية الجالاكسي A5 وهي أنها تدعم خاصية الشحن السريع. وهناك سؤال آخر والجميع يطرحه في الآونة الأخيرة أثناء شراء هاتف جديد، وهو هل الهاتف ترتفع درجة حرارته أثناء الاستعمال؟ الجواب هو لا ترتفع درجة حرارة الهاتف أثناء الاستعمال، سواء أثناء ممارسة الألعاب العالية الجرافيك، ولكن ترتفع درجة حرارته أحيانا أثناء الشحن. وهذه المسألة طبيعية، وتقريبا جميع الهواتف تعاني من هذا المشكل. لذلك فمن الأفضل ألا تستعمل الهاتف أثناء الشحن، لكي لا تزيد في درجة الحرارة ولكي تقلل من مدة الشحن. بالإضافة إلى ذلك فالهاتف يدعم خاصية الدفع الإلكتروني سامسونج باي، ولكن للأسف فهي غير متاحة لحد الآن في الدول العربية. وسعر الهاتف يبدأ تقريبا من $400، وهو مكلف جدا مقارنة بمواصفاته، لأنه يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي بأربعة ألوان، منها الأسود، الأبيض، والوردي، والذهبي الذي بين يدي. بالنسبة لرأيي الشخصي فالهاتف أعجبني فيه التصميم الجذاب، والشاشة التي أراها من أحسن الشاشات بالنسبة للفئة المتوسطة، بالإضافة إلى مستشعر البصمة. أما من ناحية الأداء فالهاتف يعني أداؤه ممتاز من ناحية تصفح التطبيقات، ومتوسط بالنسبة للألعاب الكبيرة الحجم. الكاميرا أيضا أداؤها ممتاز وتعطي صور في غاية الروعة. أعتقد أن هذا كل ما لدينا في هذه المراجعة، وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو. ولا تنسوا الانضمام إلى صفحة أغابس سمارت فونز على الفيسبوك، وأيضا أن تتابعونا على الإنستغرام وتويتر. إلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.